السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأراضين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لمما يسعد النفس ويشرح الصدر ويسر الفؤاد أن يزور المرء إخوة له في الله وأبناء كذلك تحابوا في الله تبارك وتعالى وتآلفوا واجتمعوا على ذلك، فإن زيارة من كان بهذه الصفة وهذه المثابة والتواصل معهم من القرب التي يتقرب بها العبد إلى خالقه ومولاه تبارك وتعالى. وإنني كما قلت سعيد هذه الليلة، لأنني أشعر وأحس بأنني قد وفيت بوعدي لإخواني وأحبائي في هذه المنطقة عامة وفي الدمام خاصة، في مقدمهم إخواني الكرام الشيخ رياض والشيخ عبد القادر، ودعوات سابقة من بعض من هو حاضر هذا المجلس، فهذا مما يشعرني بالسعادة أن وفيت بموعدي لهم، والحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 9 من شهر الله المحرم عام 45 و400 وألف في هذه المدينة، مدينة الدمام المعروفة عند السلفيين ولله الحمد، والدعوة السلفية فيها. وقد كان من أول أمر الانطلاق في الدعوة السلفية في هذا العصر القريب مما يزيد على 30 عاما في هذه المدينة انطلاقا قويا، فجزى الله جميع الإخوة الذين قاموا وشمروا عن ساعد الجد في هذا الباب، جزاهم الله خير الجزاء. وإنني الليلة لسعيد والله برؤيتهم وبرؤية الإخوة من المنطقة عموما، وهكذا إخوتي وأبنائي وأحبتي من مملكة البحرين، وبالجميع كل من حيث جاء. سعيد بهذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة في الله، حقيقة ما في البال يعني كلمة مبلورة كما يقولون، ولكن أحسن ما يلقيه الإنسان مع إخوته التذكير
والتواصي بالخير وبالحق والثبات عليه والصبر عليه، فإن هذا من خير ما تعمر به المجالس. وإن المجالس إذا لم تعمر بذكر الله جل وعلا كانت حسرة وترة على أهليها وعلى أصحابها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. أقول معاشر الأحبة، إن الدعوة السلفية هي الدعوة الصحيحة، وهي الدعوة الإسلامية الصادقة الصالحة لكل زمان ومكان وأمة. كيف لا؟ وهي منسوبة إلى السلف الصالح، فيقال فيها الدعوة السلفية نسبة إلى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، رأسهم ومقدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في هذا كما تعلمون جميعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلفنا، وهم سلف كل سلف من يومهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا في شأن الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ويدعون لهم هم الذين قال الله فيهم في الآية السابقة في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان. وهؤلاء السابقون الأولون الذين نص الله عليهم في سورة التوبة هم السابقون الأولون المذكورون في سورة الحشر من المهاجرين والأنصار، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وسلك بنا وبكم جميعا سبيل الاقتداء بهم واتباعهم بإحسان. أقول إن الاتباع لهؤلاء السلف الصالح صاحبه هو السلفي، وهؤلاء السلف الصالح قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حالهم واستقامة أمرهم ما قاله في الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السبيل الوحيد للنجاة في حال الاختلاف وفي حال الاضطراب
وفي حال موج الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنا السماء أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أنا أمنة لأمتي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إن أصحابه أمنة للأمة من بعدهم، فالذي يقتدي بهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسلم كما سلموا حينما حدثت الفتن واعتصموا بما وصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقوا هذه الدنيا وهم على خير حال. هكذا من سلك سبيلهم نجاه الله جل وعلا وحفظه وسلك به طريق الهداية والرشاد والسلامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو نفسه قال فيه جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فالذي أمرنا بأن نتبعه نحن نقرأه في صلواتنا دائما وأبدا، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه في جميع أحوالنا. فهذا هو الصراط هنا وهو الصراط هناك، فمن ابتغى السلامة في غير سلوك هذا الصراط فإنه يحاول عبثا ويريد معدوما. فلا يمكن أن تنجو أيها المسلم إلا بسلوكك هذا الصراط المستقيم. وصراط الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، كما قال فيه جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الهدى وتركوه وجانبوه ولم يلتزموا به، يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال جل وعلا: يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه ولكنهم كذبوا هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآيات. فالشاهد من ترك هذا الصراط ضل، إما أن يتركه بعد العلم فيكون فيه شبه من اليهود تركوا الحق وهم يعرفون، وإما أن يتركه بسبب الجهل فلم يتعلم ولم يطلب حتى يعرف الحق والهدى ويتعبد على ضلال، فهذا شبيه بالنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم، هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم الذي من رضي لنفسه التخلف عنهم فقد أوبقها، ومن جاهدها للاستقامة عليه فقد لحق بهم وأسعدها. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وبهذه المناسبة ما دام الأمر قد افتتح الحديث فيه على هذا النحو، فإنني أقول: يا معاشر الأحبة، أنتم الآن ترون ما على الساحة مما تموج به من أنواع الاختلافات، وحقيقة قبل كانت الاختلافات معروفة بين السلفيين وأهل الأهواء بصنوفهم. الآن بدأ يطفو على الساحة الاختلاف بين السلفيين، وهذه مصيبة عظيمة
وكارثة جسيمة. والأدهى والأمر مما يحزن له الإنسان المتابع للساحة أن يرى أشياء من بعض إخوانه السلفيين وأبناء الدعوة السلفية ينكر أن تحصل من سلفه. لماذا؟ لأنها مصادمة لمسلمات عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والأثر السلفيين، متقرر هذا الأمر عندهم، فأصبح الآن كأنهم لم يعلموا شيئا في هذا الباب. بعض إخواننا وبعض أبنائنا السلفيين في هذا الوقت ترى ما كأنه عرف هذه المسلمات، فأصبح يدوك في هذه الاختلافات والانقسامات والمطاحنات. وللأسف فمن أشهر ما نرى على الساحة، من أشهر ما نرى الغلو في بعض الأشياخ أو بعض المشايخ، غلوا في الحقيقة إذا نظرت إلى السلفيين الذين هم في أسناننا ليس موجودا فيهم هذا، ولكن نشأ من ناشئة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ولا يستبعد أيضا، ولا أستبعد أيضا أنا أن يكون ثم مندس فيه أوقد نيران هذه الفتن ليفرق السلفيين ويضعف كلمتهم ويوهن صفهم ويشتت شملهم. وليس ذلك ببعيد، فإن أهل الباطل منذ القدم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النفاق يندسون في أهل الإسلام، والنفاق لا يأتي إلا حينما يقوى الإسلام، فيندس أهل النفاق إذا قمعوا اندسوا في صفوف السلفيين، كما اندس المنافقون في صفوف أهل الإسلام حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن المجتمع المكي لم يكن فيه نفاق لأن المسلمين مستضعفين، فلما قوي أهل الإسلام في المدينة وخاف الأعداء منهم اندس النفاق والمنافقون فيهم ليفرقوهم، ولكن الله جل وعلا قد فضحهم وأنزل فيهم القرآن يتلى إلى يوم القيامة، آيات وسور أو سورة المنافقون. فالشاهد لم يزل أهل الشر إذا قوي أهل الحق لم يزالوا يبحثون عن الطرائق التي ينالون بها من أهل السنة ليفرقوهم ويضعفوهم حتى لا يقفوا صفا واحدا وجدارا واحدا منيعا في وجوههم. فنرى في هذه الآونة الآن على الساحة غلو عجيب غريب. فمثلا ما من مسلم فضلا عن السلفيين من المسلمين الذين يعرفون العلم وطلبوه، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى من؟ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذه المقالة؟ الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما منا إلا راد ومردود عليه. فالآن ترون على الساحة
الذين يتابعون أو بعض الذين يتابعون، ولا أظن الناس الآن إلا يتابعون مع هذه الوسائل، الويل لك إذا قلت أخطأ الشيخ فلان. والرد قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أئمة الهدى. على طول يقول عنك أنك إيش؟ انقلبت وتغيرت وبدأت تطعن في المشايخ. الله أكبر. الذي يرد الخطأ قلب وأصبح طعان في المشايخ أو في العلماء كما يقولون. من أنت أصلا؟ إذا بحثت وجدتم هؤلاء غلمان أعمارهم لم تتجاوز أسنان بعضكم الحاضرين الآن في الدعوة إلى الله على المنهج السلفي، فأصبح هو يحكم على المشايخ ويقومهم، وهذه مصيبة عظيمة وطامة جسيمة. الرد للباطل وحماية دين الله جل وعلا وتنقية شرعه ومنهاجه من أن يلصق به ما ليس فيه أو ما ليس منه أصبح طعنا. نعم. لماذا؟ لا يستطيع هو أن يقول غير هذه العبارة. هذه العبارة ظاهرها حق ولكنها باطلة، أراد بها ألا يقال أحد من الناس يخطئ أو من المشايخ يخطئ. هذا كلام باطل. ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الليث ابن سعد إمام أهل مصر قال هذا ما خالف فيه مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحبان بينهم من المحبة والمودة والصلة الشيء العجيب. اقرأوا في سيرتيهما. هذا ما خالف مالك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله الليث يطعن في مالك؟ أسألكم بالله، وهما صاحبان، ما يمكن. لكن هذه طريقة أهل العلم، أراد بها التنفير من الخطأ أو اتباع مالك على ما أخطأ فيه، ونحن نظن في الليث هذا، ومالك يعلم أنه ما منا إلا راد ومردود عليه. انجرت هذه العبارة إلى مشكلة أخرى. يعني هذه العبارة أنت تطعن في المشايخ، تمام، انجرت ارتفعت الدرجة الثانية التي تليها العالم معصوم أو الشيخ معصوم، وإن لم يقولوه بألسنتهم هؤلاء لكن أفعالهم دالة عليه. ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلان لا يخطئ هكذا، وقالوا فلان لم يجد الزمان بمثله، وبعضهم قال لا أظنه يأتي مثله. هذا كله موجود في الساحة. أنا ما أتكلم معكم من فراغ ما دام قد جرنا الحديث إليه، فهذه مصيبة عظيمة. هذه ليست التربية السلفية أبدا. الذي تربينا عليه وربانا عليه أشياخنا، وأشياخنا رباهم عليه شيوخهم، أنه ما منا إلا راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح تعصب انتقل بعد ذلك إلى شبيه الرفض، نسأل الله العافية والسلامة. غلاة المقلدة هكذا يقولون. كنا قبل نقرأ هذا في الكتب عن غلاة المقلدة. غلاة المقلدة يوجد عندهم هذا، حتى إن بعضهم قال كل حديث خالف مذهب إمامنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. أسألكم بالله، هل هذا القول قول عاقل؟ موجود في الكتب هذا، في متعصبة المقلدة وغلاة المقلدة السابقين. كل قول حديث خالف مذهب إمامنا فهو إما منسوخ وإما مقلد، وإما مؤول، فهو إما منسوخ وإما مؤول. فأصبح إيش؟ شيخه أو إمامه هو الذي يستحق أن يقال صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتأخر، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه هو المخالف للإمام وللشيخ. هذه كارثة عظيمة. وقال الآخر من مجانين غلاة التعصب والتقليد لما ذكر إمامه قال: فما في المغربين له نظير ولا في المشرقين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا موجود في الكتب مسبوق، وذكره أئمة الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية في كل الأزمان، ذكروه ليحذروا منه. ومن هنا انطلق شيخ الإسلام في الأعصار المتأخرة الإمام المجدد المجاهد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى كتاب التوحيد، وجعل فيه بابا يحارب هذا الغلو: باب من أطاع في تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. إيش هذا الكلام؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآيات. فإذا كان هذا قد نعاه الله على قوم قبلنا، الآن نحن نأتي نقع فيه، هذه مصيبة عظيمة ما يقبلها مسلم، فضلا عن السلفيين الذين هم سادة هذا الباب، أعني باب الدعوة إلى الاتباع ومحاربة الغلو والتعصب والابتداع، فضلا عنهم، فهم سادات هذا الميدان رحم الله موتاهم وألحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين، ووفق الله أحياءهم. هذه المصيبة مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، ارتقت عليها المصيبة الثالثة، وهي ما أشرت إليها في الأبيات الآن، وهي تحريف ولي أعناق الأحاديث كلها في المسألة التي يخالف فيها هذا العالم أو هذا الشيخ لتصبح موافقة له، وإن لم توافقه في الحقيقة، ويتأولون في هذا الباب تأولا عجيبا. هؤلاء والله ما هم سلفيين، والله ما هم سلفيين، والله ما هم سلفيين، ولا تربوا على السلفية الحقيقية، وإن قالوا في ما قالوا. فالسلفية الحقيقية هي هذه التي ذكرتها لكم، والتي بينها أهل العلم وأكثر الكتابة فيها والتأليف فيها، وفي الأعصار هذه المعاصرة الحديث فيها والتسجيل فيها. فيأتي إلى هذا وتذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خالف فيه هذا الشيخ وأخطأ. ما يمكن أن يتبدل ولا يتعدل أبدا ولا يتغير. أنت الذي تطعن في العلماء والشيخ ما يخطئ، تعرض له أقوال أئمة السلف في هذا، الشيخ ما يخطئ أبدا. فأصبح السلفي في سننا وقريب منا يستنكر هذا. ممكن هذا يحصل في السلفيين؟ هذا ما يمكن، والله ما حصل هذا إلا باندساس عدوهم فيهم فنال منهم ليفرقهم ويحزبهم فيما بينهم ويذهب هيبتهم ووحدتهم ويضعف كلمتهم. السلفي ما يقول هذا يا أحبة. المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله يقبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تسمع الآن العجب خلاف هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية أولي الأمر ذكروهم العلماء ومن؟ والأمراء. علماء البيان وولاة البيان وهم العلماء، وولاة السنان وهم الأمراء. فهؤلاء جرد الله جل وعلا طاعتهم من إعادة الأمر معه، الفعل معه. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول استقلالا، طاعته طاعة لله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعد أولو الأمر من أمراء وعلماء قال وأولي الأمر منكم، فلم يعد مع ذلك الفعل، إشعار كما قال أهل العلم على أن طاعتهم لا تجب استقلالا، وإنما هي واجبة تبعا، فإن وافقوا أمر الله ورسوله سمعا وطاعة، وإن خالفوا رد قولهم. هذا الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الآن تتلو النصوص التي هي مثل الشمس في كبد السماء جلية ليس دونها شبهة، تقرأها صريحة بدلالة المنطوق، ما هو المفهوم المنطوق، يقول لك لا يقصد كذا ويقصد كذا. الله أكبر. أجل هذه الأمة التي تقرأ كلها من هم؟ دواب ما يفهمون؟ هذا عجب، هذا عجب والله عجب. هذه هي القضية كم؟ الثالثة. ترتب عليها بعد ذلك مصيبة أخرى، وهي أنك تجد هذا المبرر لنفسه يذهب فيستنصر بأقوال بعض أهل البدع ويقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، ويعرف أن هذا الكلام كلام باطل وقائله ليس من أهل السنة. فمثلا أذكر لكم مثال واحد فقط، والحر تكفيه الإشارة وأنتم لله الحمد أعلى من ذلك كله صريح العبارة. وجدنا ممن ينتسب إلى هذا المنهج يتكلم على المظاهرات ويحتج لها بأنه قد هي مسألة خلافية، قد احتج لها وقال بجوازها القرضاوي، وقال بجوازها فلان 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 فلان، وعدد رؤوس الإخوان المسلمين البنائيين والسروريين، ممن نحن وإياهم نتجالد في هذه المسائل من 35 سنة أو 34 سنة، من أزمة الكويت إلى اليوم كم؟ 34 سنة، أليس كذلك؟ الكويت يوم الخميس 11 محرم 1411، ونحن الآن يوم الخميس كم؟ 9 محرم عام 1445. فمن ذاك التاريخ ونحن وأهل الباطل البدع السياسية السياسيين في هذا الباب نتجالد، وفي آخره الآن يقول لك عن نفسه إنه سلفي وشيخ من مشايخ السلفيين أو من مشايخ الدعوة السلفية، ويحتج بأن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، يبرر بها إيش؟ أن المسألة خلافية. تدري لماذا؟ حتى لا ينكر على شيخه الذي أخطأ في هذا الباب. فأصبح المقصود هو إيش؟ نصرة الشيخ لا نصرة الحق. وهذه رزية حلت بالدعوة السلفية ما قد حلت بها من قبل في هذا العصر الحديث. فيا إخوتي الأحبة الكرام، يجب علينا جميعا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما ثبتنا على الحق في هذه الآونة المتأخرة من بين سائر الخلق، إنما ثبتنا على ذلك بماذا؟ باتباعنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والسلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم كأحمد ومن هو على شاكلته رحمهم الله. ما أستطيع أحصر، لكن أضرب أحمد لأنه إمام أهل السنة والجماعة. فهذه المسائل يجب أن يعلم أن من سار على النحو الذي ذكرت ليس هو على طريقة الدعوة السلفية أبدا بحال من الأحوال. فما منا إلا راد ومردود عليه. والنصيحة لدين الله أقدم من كل أحد وأقدس من كل قائل. وليعلم أن
العلماء تعرف أقوالهم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعرض على كلام أهل العلم، لا، ما هو صحيح. العلماء هم الذين يعرض كلامهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة إنما هي بالدلائل لا بعظمة القائل. هذا هو. والاتباع الصحيح إنما هو بالسير على طريق من كان قبلنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فإذا جاء الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وأما أهل العلم فيجتهدون. أعجب من ذلك شيء واحد أخبركم به وأنتم تعرفونه فقط، كما قلت لكم مذاكرة تذكيرا. الآن تجد واحد يتشدق يقول لك أخطأ مالك ويرد عليه. أنا من حيث المبدأ هذا مبدأ صحيح، العلماء ما هم معصومون، الخطأ مردود كما قال مالك رضي الله عنه. مالك قال ما منا إلا راد ومردود عليه. جاءت الست من شوال قال ما أدركت، ما رأيت أحدا في المدينة يصومها، تمام، وما قال بصيامها وكره ذلك. إنه له عبارة لطيفة، قال مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق ما قاله عليه. انتهينا، ما في شيء. لما؟ لأن القاعدة واحدة ما تتغير. فالآن الذي أقول تجده هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أشرت إليه آنفا، وأنا ما أقصد شخص بعينه، فيه أعداد ظهرت على الساحة في هذه الآونة المتأخرة على الساحة السلفية، ظهرت تقول بمثل هذا. أقول إنك إذا نظرت عند هذا القائل الذي يقول بمثل هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل، تجد ما منا إلا راد مردود عليه. طيب، لكن الآن هذا الشيخ الفلاني، هذا الداعية الفلاني، هذا الشخص الفلاني أخطأ. طيب، هل الاحتكام فيه إلى النص من القرآن ومن السنة وما قاله الصحابة، أم الاحتكام فيه إلى غير ذلك؟ فإن قال الاحتكام إلى النص، القرآن، السنة، أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، طيب قد أنصفت من نفسك، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقال الصحابة في هذه المسألة كذا، تمام. تجده بعد ذلك لا يسلم، يذهب إلى مصيبة ثانية، يقول لك الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا، ليش ما رديت عليه؟ تمام، والشيخ فلان قال كذا، ليش ما رديت عليه؟ هل أنا قلت لك إن قول الشيخ فلان هذا اللي تقوله صح حتى تلزمني هذا الإلزام؟ هل قلت لك إن قول الشيخ الفلاني الثاني الذي أخطأ فيه صح حتى تلزمني أيضا بهذا الإلزام؟ فخرجنا إلى ما؟ إلى صورة أخرى مشوهة تماما، وهي عكس ما قاله سلفنا الصالح. ماذا قالوا في هذه الصورة؟ قالوا الحجة إنما هي في الخير، ما هو في الخطأ، في الخطأ والشر. يعني أنت تحتج بالإنسان اللي على الخير على الصواب، ما تحتج به في خطأه. العلماء ما يحتج بهم في أخطائهم، يحتج بهم رحمهم الله في الصواب وفي الكلام الجميل الطيب الموافق للكتاب والسنة، علماء الإسلام، وما أخطأوا فيه وهم من أهل العلم حقا قد بينه علماء الإسلام، وهم لا يخلون ما بين أجر أو أجرين، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر، ومعفو عنه إيش؟ خطأه، له أجر الاجتهاد. لكن أنت الآن
ما لك من الأجر ولا شيء، بل يخاف عليك الوزر، لأنك قد تبين لك وبين لك النصوص وذكرت لك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا تزال أنت تحتج بالخطأ لتبرر ما أنت عليه من الخطأ. معناه أنت معاند في هذا الجانب، والمقصد ما هو نصرة الحق، المقصد الانتصار للذي أنت الآن عليه من الباطل، أو عليه من تعظم، أو عليه من تدافع عنه. وهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعود ونراجع أحوال هذه الخلافات التي طفت على الساحة السلفية الآن، وأضعفت السلفيين الآن، وقطعتهم ومزقتهم الآن. فكما قلت لكم والله ما قال هذه الأقوال من كنا نعرفهم في سابقتنا وأيامنا الأولى مع الأشياخ، وإنما نبتت هذه النابتة وتظاهرت بحب الشيخ فلان والشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان ليزرعوا الفتن في بلدان المسلمين بين السلفيين، إلى أن وصلوا إلى الذي يريدون ومزقوا السلفيين، وأصبحت المراشقات بينهم على وسائل أو في وسائل التواصل على الساحات كل يراها ويسمعها، فيا شماتة أهل الباطل بأهل الإسلام. وإنما يهدم الإسلام عروة عروة من؟ أجيبوني أحبتي، من؟ أيوة، إنما يهدم الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يدرك الجاهلية. فالذين جاءوا الآن وما عرفوا السابقة السلفية في هذا العصر المتأخر الذي نحن فيه الآن، وبالتحديد فقط حتى أحصر وأقرب من حرب الكويت إلى يومنا هذا 34 سنة والآن 35، هؤلاء هم واحد من ثلاثة: إما واحد عرفها وهو من أعدائها فلا يستبعد أن يندس ليكيد لينال من السلفيين، لأنه مبتور منهم منذ القدم وحانت له الفرصة الآن، وإما ثالث أو إما ثاني جاء وعرف هذه الأمور السابقة ولكن الله جل وعلا أزاغه فلا عبرة، وإما ثالث مندس، ثالث مندس لم تعلمه أنت ولم أعلمه أنا والله أعلم به، يكيد لهذه الدعوة من الداخل ويتظاهر بالسلفية ليزرع الفتن بين السلفيين حتى يفرقهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلننتبه يا أحبة لهذا الشيء، ولنعلم أن ما لم يكن بالأمس دينا لن يكون اليوم دينا، والاتباع هو الاتباع واحد، وعلماء الإسلام إنما يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، وما منا إلا راد ومردود عليه. فتجد كما قلت لكم قبل قليل مالك أخطأ، الشافعي أخطأ، أبو حنيفة أخطأ، أحمد أخطأ، لكن من يتظاهر بتعظيمه اليوم الشيخ فلان ما فيه. يأتينا بعد ذلك الأمر إيش؟ الخامس، الأمر الخامس، وهذا الذي يفضح لك إذا كنت أنت متابع، يفضح لك ما هو على الساحة. رأينا بعض من يتعصب لهم، رأينا بعض من يتعصب لهم رجع معه من بالأمس كان هو يحذر منه، سروري، حدادي، إخواني، قولوا ما شئتم، أصبحوا حوله فحالوا
بينه وبين إخوته، وكذبوا عليه وعلى إخوته ليوغروا صدور إخوانه عليه أو يوغروا صدره هو على إخوانه، ونجحوا في هذا. وهذا شيء مشاهد محسوس ما ينكره من يتابع الساحة السلفية. فالحذر الحذر معاشر الأحبة، والواجب علينا جميعا أن يكون الهدف هو نصرة دين الله جل وعلا، لا فلان ولا فلان. والعبرة بالدلائل كما قلت، لا بعظمة القائل. فكل أحد يتصور منه الخطأ، وليس معناه إذا رد على من أخطأ أنت انتقصته أو طعنت فيه، بل الواجب علينا أن نشكر من يبين الحق والصواب، إذ لولا من يقيم الله لبيان الحق فيطهر منهاجه وشرعه من الأقوال الغالطة التي لحقت به أو نسبت إليه لحلت المصيبة، ولأصبح العلماء في الناس مثل الأنبياء في أقوامهم. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن لا يجعل هذا الطريق ملتبسا علينا فنضل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يرد إليه ردا جميلا ضال المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.